ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده نعمل مع بعض كده سندوتشات اللحمه المفرومه اللي بنجيبها من محلات السجق والسوسيس في الفاست فود، بطريقه سهله جدا وبسيطه. معايا هنا بصله على النار، هنشوحها كويس جدا لحد ما تدبل. بعد كده هننزل عليها بحبه ملح عشان تسرع ان هي تدبل معانا بسرعه. زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر اشعارات عشان يوصلوك كل جديد مني. ويلا بينا بقى نكمل وصفتنا مع بعض. هنقلب فيها كويس جدا لحد ما تدبل زي ما قلت لكم. بعد كده معايا بقى فلفل الوان من اللي ببقى مفرزاه في الفريزر، هطلعه من الفريزر على طول وانزل على البصله بتاعتي وابدا اشوح فيه برضو كويس جدا. زي ما احنا شايفين كده، شايفين هو متلج. لو طلعتيه وسبتيه هتلاقيه بقى عامل زي المية كده ومش هيبقى كويس. فاحسن طريقة ان انت تطلعيه وهو متلج وتحطيه تشوحيه يعني على طول. نزلت هنا باللحمة المفرومة بتاعتي، هبدأ برضو ان انا اقلب فيها كويس جدا. هي كانت فيها يعني مكتلة كده شوية، فهقلب فيها شوية وبعد كده اغطيها واسيبها لغاية ما تبدأ ان هي تدخل معايا في السوا. طبعا اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت في السوا وبتستوي على طول. اهي زي ما انا قلت لكم هقلبها بقى كويس، ولو فيها حاجة مفرفط يعني ماسكة في بعضها كده هخليها افرفطها وافكها من بعضها كده عشان ما تبقاش مكلكعة معايا. تمام كده. هبدأ بقى ايه احط التوابل بتاعتي، وهنزل الاول معايا طماطمايه مبشوره هنزل بيها الاول. معايا بقى التوابل بتاعتي المشكله اللي انت بتحبيها، ملح وفلفل اسود، بهارات مشكله، حبه قرفه صغننين. اللي تحبي التوابل اللي تحبيها ضيفيها، بس هي يعني دي التوابل الاساسيه بتاعتي. خلاص اللحمه المفرومه بتاعتي استوت اهي زي ما انتوا شايفين. هسيبها لغايه ما تتشرب حبه الميه اللي فيها ديت، وابدا بقى ايه هنعملها سندوتشات مع بعض. هي خلاص كده تعتبر استوت، بس تشرب حبة المية وجربوها ان شاء الله تعجبكم. دي السندوتشات بتاعتي بعد ما خلصت، شايفين عاملة ازاي جميلة جدا. طبعا في الشارع ما بيبقاش فيها بصل، يعني بيبقوا حاطين بصل بس تقريبا كتير، ما بيضيفوش فلفل الوان. طبعا الفلفل الالوان بيديلنا قيمة غذائية عالية. فجربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، حلوة وانضف من بره وحاجة انت ضمناها في البيت. واشوفكم على خير ومع السلامة.